في الظل كده ومحدش واخد باله، في تركيا موجودة قرية بيسموها القرية المهجورة. القرية دي في منطقة اسمها باتشاكروبا. صحيفة ميليت التركية كتبت عنها مقالات كتير جدا، وكانت دايما بتحاول تعرف السبب اللي خلى السكان يسيبوها وليه تحديدا القرية دي اتهجرت. الحكاية بدأت سنة 1962 لما ست اسمها خديجة أركان ماتت بعد ولادة بنتها عائشة. الطفلة ما عاشتش غير 20 يوم واندفنت جنب أمها. الغريب إن القبرين كانوا بيلزقوا في بعض رغم إنهم مفصولين تماما بمسافة كبيرة. الناس قالت الجان هم السبب، ومن هنا الرعب انتشر. بدأوا يسمعوا أصوات غريبة في الشوارع. بيت خديجة أركان كان بيولع لوحده، وأول ما يحاولوا يطفوه النار تختفي. الموضوع استمر ليالي طويلة. جوزها ساب القرية وراح اسطنبول، وأهلها كانوا متوفيين معظمهم لأنها كانت يتيمة. والناس بدأت تشتكي من أصوات خديجة اللي بيسمعوها بتطلب منهم يسيبوا القرية ليها. في الأول اعتبروها تهيؤات، لكن بعدين كل بيت بقى بيسمع صوت خديجة أو يشوفها، أو يسمعوا أصوات خبطات على باب البيوت. بدأوا الناس يخافوا على أولادهم، وبدأت أول عيلة في القرية تهاجر. الخوف انتشر والناس بدأت تهرب. أول عيلة خرجت وبعدها عيلتين لحد ما القرية فضيت تدريجا. من هنا اتسمت قرية الأشباح. لحد النهاردة الناس بتخاف تعدي من جنبها. القصة ألهمت صناع السينما التركية، واتعمل فيلم رعب شهير اسمه السجين، وفعلا قصة خديجة ظهرت في الجزء الثاني منه. لكن الأسئلة فضلت، ليه خديجة طلبت منهم يسيبوا القرية؟ هل كان ليها علاقة بالسحر الأسود واتورطت في حاجة غامضة مخيفة قبل ما تولد؟ ولا الجان والشياطين بيلعبوا بأهل القرية وبيستغلوا الحوادث المأساوية وبيتمثلوا في صورة أصحابها الأغراض مخيفة تخص الأرض؟ مفيش حد عارف، بس المؤكد إن سر كبير مات مع خديجة. الصحفيين والمستكشفين حاولوا يفهموا اللي بيحصل في القرية دي، لكن محدش لقى إجابة للتصرفات الغريبة دي، وفضلت مكان مخيف. لكن دي مش القرية الوحيدة في تركيا اللي حواليها كلام غريب. في قرية تانية اسمها داودلو في منطقة كيركلايرلي، الأتراك بيسموها قرية الأجداد السود. سنة 1989 الأهالي قالوا إنهم شافوا كائنات لابسة عبايات سودة وسط الضباب. الرعب انتشر، وصحفي حاول يوثق الكلام ده وفعلا راح القرية، لكن هرب وساب الكاميرا لما جه يسجل بالليل. وبعدين طفل لقاها وظهر بعدها منهي حياته بطريقة مخيفة، هو و6 من أهل القرية. واسم الصحفي لقوا مكتوب بالدم على الحيطان. الشرطة شكت فيه، لكن بعد التحقيقات أثبتوا براءته. قال إنه سمع أصوات وزئير غريب رغم إن مفيش حيوانات في القرية. والأغرب إنه حس بحد بيخبط على كتفه وسمع صوت بيهدده، فهرب وساب الكاميرا. وبعد التحقيقات معاه اختفى تماما، والشرطي اللي حقق معاه أنهى حياته. وبنته لقت تسجيلات مرعبة عنده بيكلم فيها عن القرية. الناس قالت الأجداد السود هم السبب، وفي 2011 اتعمل فيلم رعب عنها بعنوان بلاك جراند فازرز عن القرية دي. دلوقتي عدد سكان القرية قليل جدا، حوالي 100 شخص بس، وما بقاش فيها غير ذكريات مرعبة. ومع ذلك مستكشفين كتير بيروحوا يصوروا هناك، وبيقولوا إنهم شافوا أو سمعوا حاجات غامضة وعجيبة هناك.